النهارده هتشوف سجون حرفيا الموت فيها رحمه، الهروب منها مستحيل. مجرد دخولك لسجن منهم هتحس ان انت في عالم تاني. اللي انت شايفه قدامك ده هو سجن روسيا، من اخطر السجون في العالم ومستحيل حد يقدر يهرب منه. في حراسه كتير جدا في كل مكان منه. السجن ده موجود على حدود كازاخستان ويعتبر من اقدم السجون الموجوده هناك. بس احب اقولك ان في طريقه واحده بس للهروب من السجن ده، هي الموت يا صديقي. محاولات كتير السجناء عملوها علشان يهربوا وكلها فشلت، لدرجه انهم قرروا ينتحروا من الرعب اللي شافوه جوه السجن ده. وعاوزك تعرف ان بيتم ارسال اخطر المجرمين للسجن ده علشان يقضوا عقوبتهم فيه. عدد المساجين حاليا 700 واحد مسجون، كانوا 3500 بس في منهم اللي انتحروا ومنهم اللي اتقتل. المشكله الاكبر ان السجن ده فيه ناس من اكلي لحوم البشر والارهابيين واخطر انواع القتله، كل واحد منهم محبوس في زنزانه لوحده، وعلشان يطلع بس من زنزانته لازم يعدي 3 ابواب من الحديد بيتم مراقبتهم كل 24 في ال 24 ساعه. يعني مفيش مجال لاي حاجه تعملها، انت بس لو هرشت في دماغك هيعرفوا. ده غير ان في دوريات من الشرطه بيبصوا على كل زنزانه كل 15 دقيقه. عايز اقولك لو انت كحيت برضه هتتقفش. ده غير ان كل سجين فيهم لما بيوصل للسجن ده بيغموا عينيه ويدخلوه على زنزانته. يعني هو لو خارق وقدر يهرب من الزنزانه ويعدي ال3 ابواب برضه مش هيعرف يعمل حاجه، مش هيعرف يتحرك جوه السجن لانه كبير جدا وهو ما شافش حاجه اصلا. ولزياده الامان كلهم بيمشوا بالطريقه دي، محدش بيمشي واقف. وجباتهم كل يوم عباره عن شوربه وعيش بس. انما السجن ده بقى اسوأ من الجحيم نفسه. المساجين كلهم قلعين هدومهم بالطريقه دي، سواء بقى شتاء او صيف هم قلعين كده على طول. السجن ده تحديدا فيه اخطر 18 عصابه على مستوى العالم. الاكل هناك قليل جدا لان عددهم كبير، لدرجه ان كل يوم بيحصل خناقات على الاكل ومساجين كتير بيموتوا. النظام هناك عشوائي لدرجه ان الحراس نفسهم مش عارفين يسيطروا على المساجين. السجن ده بقى موجود في جزيره في روسيا، وبسبب السجن ده تم تسميه الجزيره بجزيره اللعنه من الرعب الموجود حرفيا فيها. الجزيره معزوله في مكان بعيد جدا عن باقي الناس، يعني حتى لو حد قدر انه يهرب من السجن هيكون مضطر انه يمشي بالساعات علشان يوصل لمنطقه سكنيه. بس الاكيد انه هيموت لانه لازم يمشي 1000 كيلو، يعني كده ميت وكده ميت، فيخلي في السجن احسن له وهو على الاقل يلاقي حاجه ياكلها. السجن ما فيهوش غير 139 مسجون بس. عدد الحراس اكتر من المساجين نفسهم، ودوريات التفتيش شغاله كل نص ساعه علشان يتاكدوا ان محدش فيهم معاه الات حاده او بيخطط حتى انه يهرب. الهروب من السجن ده مستحيل لان المساجين اصلا ما بيطلعوش من الزنزانه بتاعتهم غير ساعه واحده بس كل يوم. حتى في الساعه دي بيطلعوا من قفص يدخلوا قفص تاني، على اساس يعني انها فسحه كده بالنسبه لهم. السجن حرفيا ما فيهوش حمامات، كل واحد معاه جردل بقى يعمل فيه اللي هو عاوزه، والجزيره مرعبه لابعد الحدود. السجن ده بقى موجود في تايلاند. المشكله الغريبه انك ممكن تدخل السجن ده لسبب تافه، يعني مثلا لو اشتريت برجر وحابب انك تاكله في مكان عام ما ينفعش، ولو اصريت واكلته هتلاقي نفسك مرمي في السجن، وكمان هتتسجن 3 شهور. انت حرفيا بعد ما تخرج مش هتاكل برجر تاني في حياتك. السجناء بيقعدوا على كرسي بيتم ربطهم فيه بسلاسل حديد، والاكل والشرب في السجن ده يعتبر رفاهيه لان ملوش ميعاد ثابت وممكن يعدي ايام من غير ما ياكلوا او يشربوا. السجن ده بقى اسمه جيتارا وموجود في مدينه راوندا. المفروض ان السجن بياخد 1300 سجين، بس المشكله ان فيه اكتر من 8000 واحد. اللي نايم وممدد على الارض ده بقى تبقى امه دعياله، لان باقي المساجين غالبا ما بيلاقوش مكان وبيضطروا انهم يفضلوا واقفين بالساعات. هناك مفيش خناقات كتير زي السجون اللي فاتت، بس في ناس بتموت كل يوم لان العدد كبير جدا، وفي ناس بتموت من الخنقه، ومنهم اللي بيموت من الارهاق لانه بيفضل واقف على رجليه بالايام. طبعا الحكومه ما بتقدرش انها توفر اكل للمساجين كلها، ومعظم المساجين حرفيا بيموتوا من الجوع، فابتدى يظهر مجموعات من المساجين يتجمعوا على واحد ضعيف ويقتلوه وياكلوه. السنه اللي فاتت بس مات منهم 1000 واحد. السجن ده بقى اسمه كاميتو وموجود في كينيا. اتبنى سنه 1954 في الاحتلال البريطاني، ولحد النهارده لسه من اخطر السجون على مستوى العالم. في هناك 3000 واحد مسجون، مع ان السجن المفروض العدد المناسب ليهم 1500 بس. علشان كده جالهم امراض خطيره وكلهم بقوا مصابين، اللي عنده فيروسات خطيره ومنهم اللي عنده الايدز. ده بقى سجن جولدن الموجود في جورجيا، وده من اخطر السجون المرعبه في العالم، لان في سنه 2012 تم تسريب فيديو مرعب حرفيا من جوه السجن، وللاسف ما ينفعش نعرضه هنا. الفيديو كان لواحد مسجون عنده 43 سنه، كان محروق وضوافر ايديه كلها اتشالت من مكانها. ده غير الجمجمه ورجليه كانوا متكسرين حرفيا، حتى ان اسنانه كلها شالوها من مكانها. المرعب ان اللي عمل فيه كده مجموعه مساجين زيه. حراس السجن نفسهم بيخافوا منهم. السجن ده بقى اسمه سجن مونتينا وموجود في الارجنتين. السجناء كلهم قاعدين في مكان واحد، حتى انهم بياكلوا ويشربوا ويناموا في نفس المكان. مفيش هناك حمامات والناس بتعملها في اي مكان، والوضع هناك صعب جدا، ولو انت واحد نضيف يعني ممكن تعملها في كيس بلاستيك او ازازه. انت كده بالنسبه لهم مقفل ليفل النظافه، لان السجن كله بالنسبه لهم يعتبر حمام، لدرجه
ان الموضوع بقى عادي جدا بالنسبه لهم، ممكن يطلع سيجاره ويشربها وهو قاعد اصلا بيعملها، حتى ان اكلهم جودته سيئه جدا. انا مش عارف اصلا هم بياكلوا ايه. السجن اللي في المركز الثاني هو سجن اربكيرة في تركيا، من اخطر السجون هناك، وكان مشهور جدا ايام الثمانينات والتسعينات. كان بيتم تعذيب الرجاله والستات كمان، ده غير ان اي مسجون فيهم لو اتكلم او اعترض على اللي بيحصل له هيلاقي نفسه تاني يوم في المستشفى، لان الحراس هناك ما بيتفهموش وهيديله علقه موت. ده غير الكهرباء اللي كان بيتم تعذيب كل المساجين بها يوميا. المساجين اللي هناك مذلولين حرفيا، لدرجه انهم بيضربوا تعظيم سلام للكلب بتاع مدير السجن، ما بالك بقى مدير السجن نفسه هيعملوا له ايه. واللي كان بيعترض فيهم كانوا بيحموه في المجاري. في منهم اللي ما استحملش وولع في نفسه علشان ما بقاش قادر يعيش هناك، لانه حرفيا ما يقدرش يهرب من السجن المعقد ده، فاختار الطريق التاني وهو انه ينتحر. وفي المركز الاول معانا سجن معسكر 22 الموجود في كوريا الشماليه. السجن ده حرفيا تحسه دوله لوحدها، لان عدد المساجين فيه 200,000 واحد، حرفيا بيتم معاملتهم بابشع الطرق. كل يوم بياكلوا وجبه واحده بس. الفئران هناك موجوده في كل مكان في السجن، من كتر ما المساجين جعانين بداوا انهم يقتلوا الفئران وياكلوها، وبسبب ده حوالي 50,000 واحد منهم بيموتوا كل سنه. اللي بيحاول يهرب من السجن بيتم تعذيبه لحد الموت. ممنوع على الستات المحبوسه هناك انها تحمل، ولو حصل فهي واللي في بطنها هيموتوا. ولحد هنا بيخلص فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.